عمرك حسيت بالخوف من نفسك؟ مش من حد، مش من الدنيا، مش من اي حد حوالينا، لكن الخوف من جواك. انت قاعد صايم مضطر تواجه كل حاجه كانت بتجري منك طول السنه. الرغبات، الغضب، الكسل، الشك، الذنب، كلها بتقف قدامك فجأة. الجوع مش بس في البطن، ده جوع الحقيقة وجوع مواجهة النفس. اسأل نفسك ليه أنا خايف؟ خايف من إيه؟ من ربنا ولا من نفسي ولا من الشيطان؟ إحنا بنخاف نواجه نفسنا، بنخاف نسمع الأصوات اللي جوانا، بنخاف نعرف إحنا مين. أنا نادر، وفي السلسلة دي طول شهر رمضان هنتكلم عن الخوف اللي جوانا، عن الأسئلة اللي دايما بنهرب منها، عن اللحظات اللي بنواجه فيها الحقيقة. الصيام مش بس امتناع عن الاكل والشرب، دي مواجهه صريحه مع كل رغباتنا المكبوته. تخيل معايا نفسك تاكل قبل الوقت، نفسك تتكلم، نفسك تختاب، نفسك تأثر في الصلاة أو الدعاء. فجأة كل ده بيقف قدامك. طول السنة احنا بنجري من نفسنا، بنشغل الوقت، بندفن المشاعر تحت دوشة الموبايل، تحت ضغط الشغل، تحت هموم الناس. لكن في رمضان مفيش مهرب. بتبتدي تسمع نفسك، كل فكرة، كل شعور، كل رغبة بتظهر واضحة. وبالرغم من الخوف اللي بيجي مع المواجهة، حاجة غريبة جدا، في لحظة صغيرة بتحس بحرية. حرية انك شايف نفسك على حقيقتها، حرية انك تعرف انك ممكن تختار. الخوف اللي احنا حاسين بيه مش ضعف، ده مؤشر ان احنا لسه واعيين، ان احنا لسه عايزين نتغير، اننا مش راضيين عن كل حاجه في حياتنا. لو بصينا جوانا هنلاقي حاجات كتير بنكرهها جوا نفسنا، ذكريات مؤلمه، اخطاء، حاجات كنا بنبررها. فجاه كل ده بيبقى واضح قدامنا. الخوف ده بيكون صعب، اصعب من اي شعور بالجوع او العطش. لكن الصيام بيدينا فرصه نواجه من غير ضغط خارجي، من غير ما حد يحاسبنا غير احنا وربنا. بنبدا نفهم ان المواجهه نفسها مش نهايه العالم، دي البدايه. الصيام زي المرايه، كل يوم كل ساعه بتكتشف في الحقيقه. اللي كان متداري طول السنه يبدا يظهر، اللي حاولت تهرب منه بيقف قدامك بشكل صريح. في اللحظه دي بتبدا تعرف نفسك صح، مش النسخه اللي الناس شايفاها فيك، ولا النسخه اللي انت نفسك متخيلها، النسخه الحقيقيه بكل قوتها وضعفها. الخوف من مواجهه الحقيقه، من الاختيار، من التغيير. بس في حاجه حلوه، لما بتعرف نفسك بتواجهها وبتختار طريقك، بتحس بحريه حقيقيه. رمضان بيكشف مش بس الخوف، لكن القلق اللي جوانا. قلق من الماضي، من اخطاء ضايعه، قلق من المستقبل، من اللي جاي ومش عارفين نتحكم فيه، قلق من العلاقات، من الناس اللي حوالينا، قلق حتى من نفسنا. لكن رمضان بيعلمنا حاجه مهمه جدا، الرحمه، مش بس مع الناس، كمان مع نفسنا. الرحمه مع النفس اول خطوه لتخفيف القلق. اللي خايف منه ممكن يتحول لشجاعه. نبدا نسامح نفسنا، نهديها، نقف شويه ونفكر انا محتاج ايه فعلا، ايه اللي ينفعني اعمله دلوقتي. رمضان مش بس بيغيرنا لوحده، اللي بيغيرنا هو القرار اللي بناخده في اللحظه دي. الاختيار ان احنا نتحكم في رغباتنا بدل ما تتحكم فينا، نختار التسامح بدل الغضب، نختار الصبر بدل الانفجار. الخوف اللي حسيت بيه يقدر يتحول لشجاعه. الشجاعه دي مش ظاهره قدام الناس، دي جوه قلبك، في سلوكك، في اختياراتك اليوميه. انت واقف قدام نفسك، مفيش اي شيء بيلهيك، بس جواك كل حاجه واضحه. الخوف من نفسك ممكن يكون بداية التغيير، مش نهاية الهزيمة. أنا نادر، وفي السلسلة دي طول شهر رمضان مش هنتكلم عن الدين ككلام محفوظ، هنتكلم عن الخوف وعن المواجهة وعن الشجاعة اللي جوانا. لو حسيت إن الفيديو ده لمس حاجة فيك، اشترك في القناة، وفعل الجرس عشان كل يوم في رمضان نقف سوا ونواجه نفسنا قبل الأذان. ويا ريت تكتب كومنت أي معلومة أو أي رأي عن الخوف اللي ممكن نواجهه. رمضان مش بس صيام، رمضان فرصة نكتشف فيها نفسنا، نقرر نعيش إزاي صح.